بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن شاء الله رب العالمين النهارده عايزين نجاوب على 3 أسئلة. مين هو صاحب الحق في المطالبة بنفقة الصغار؟ وهل الحضانة وحدها كافية للمطالبة بنفقة الصغار؟ وهل الأم الحاضنة اللي بتغادر البلاد دون الصغار يحق لها المطالبة بنفقة الصغار؟ علشان نجاوب على 3 أسئلة دول لازم نشوف القانون الأول قال إيه. القانون في المادة 18 مقرر ثانيا قال: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقته، وإلى أن يتم الابن 15 من عمره قادرا على الكسب، وإلى أن يتم الابن 15 من عمره قادرا على الكسب المناسب. فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن الملائم له بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. هنا نلاقي القانون محدد إيه؟ القانون محدد الملزم بالإنفاق على الصغار بشكل صريح اللي هو الأب، وأن الأب ملزم على الأولاد على الإنفاق على الأولاد بالنسبة للبنت إلى أن تتزوج أو تستطيع التكسب ما يكفي لنفقتها، وبالنسبة للولد لحد سن 15 سنة بشرط أنه يكون قادر على الكسب. لو تم 15 سنة وهو عاجز عن الكسب لأي سبب من الأسباب تستمر نفقته على أبيه. هنا القانون ما حددش مين هو اللي له الحق في المطالبة بنفقة الصغار. فعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع للمذكرة الإيضاحية للقانون اللي هي استشفينا منها إيه أو لقينا فيها إيه. قالت: تعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعا وليس عرضا، وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة. خلوا بالكم، وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة. فطالما لم يبلغ الصغير سن المخاصمة القضائية كان لصاحب الحق صاحب اليد عليه المطالبة بنفقته، طالما لم يكن الملتزم بها يتولى الإنفاق عليه بنفسه، حتى ولو لم يكن صاحب تلك اليد له صفة الحاضنة، طالما ثبت اليد شرعا بسند صحيح. يبقى دلوقتي أول حاجة استشفتها ماشي إن الحضانة لوحدها لا تكفي للمطالبة بنفقة الصغار. وهنا هنستنتج 4 شروط للمطالبة بنفقة الصغار. أول شرط إيه؟ إن يكون المطالب بنفقة الصغار ممسك للصغار بالفعل والصغار تحت إيديه. تاني شرط إن يكون الإمساك ده بسند شرعي وليس بسبب عرض. يعني مثلا ما تكونش الحضانة مع حد تمام والأولاد مع حد تاني ملوش صفة أصلا، إن هو الأولاد تستمر معاه بسند شرعي. تالت شرط إن الصغار لم يبلغوا سن المخاصمة القضائية، لأن مجرد بلوغ الصغار سن 15 سنة لا يحق لأحد المطالبة بنفقته، هم اللي بيطالبوا بنفقتهم بنفسهم. رابع حاجة إن يكون الملزم سواء الأب أو غيره الملزم بالإنفاق على الصغار لا ينفق على الصغار من مالهم خالص، ودي ممكن تثبت كافة طرق الإثبات. يبقى احنا كده حددنا 4 شروط للمطالبة بنفقة الصغار. أول شرط الإمساك بالصغار. تاني شرط إن يكون الإمساك بسند شرعي صحيح وليس بسبب عرض. ثالث شرط إن الصغار لم يبلغوا سن المخاصمة القضائية. الرابع إن الملزم بالإنفاق لا ينفق من ماله الخاص على الصغار. تعالوا نرجع بقى ال3 أسئلة اللي احنا سألناهم. مين هو صاحب الحق في المطالبة بنفقة الصغار اللي تتوفر فيه ال4 شروط كاملين اللي احنا قلنا عليهم؟
لو فقد شرط واحد يبقى المطالب بنفقة الصغار لا يحق له المطالبة بهذه النفقة. يبقى اللي يتوفر فيه الأربع شروط مع بعض هو الوحيد اللي له حق المطالبة بنفقة الصغار. طيب السؤال الثاني، الحضانة وحدها كافية للمطالبة بنفقة الصغار؟ هنا المذكرة الإيضاحية أصلا وضحت الكلام اللي احنا قلناه، قالت إيه؟ وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة. وقالت إيه تاني؟ حتى ولو لم يكن صاحب تلك اليد له صفة الحاضنة، فالحضانة لوحدها لا تكفي. يعني لو الحاضنة غير ممسكة بالصغار أو الصغار تموا 15 سنة لا يحق لها المطالبة بنفقة الصغار. طيب المسألة بقى الثالثة، الأم الحاضنة اللي بتغادر البلاد وتترك الصغار، دي من حقها المطالبة بنفقة الصغار؟ لو احنا طبقنا عليها الأربع شروط اللي احنا قلناهم يبقى بالتأكيد لا يحق لها المطالبة بنفقة الصغار. ليه؟ هي صاحبة الحق في الحضانة فعلا، ده سند شرعي، بس في نفس الوقت بتفقد الشرط الثاني اللي هو الإمساك بالصغار. الصغار ليسوا تحت يديها، فهي فقدت شرط من الأربعة، فلا يجوز لها المطالبة بنفقة الصغار. يبقى اللي له الحق في المطالبة بنفقة الصغار اللي يتوفر فيه الأربع شروط اللي احنا قلنا عليهم فقط. إن شاء الله رب العالمين لنا موعد تاني ولنا حلقة تانية في موضوع جديد بإذن الله رب العالمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.